يكتشف طبعا سفيان الرجل. متابعة ما يدور في كواليس منتخب المغرب مباشرة إلى الصحفي حمزة الشتيوي من الرباط. أهلا وسهلا بك حمزة. تصرف يعني مفهوم على اعتبار أن اللاعبين يريدان المواصلة في الملعب، لعب المباراة، تحقيق المزيد من الإنجازات مع المنتخب المغربي، لكن غير مقبول على اعتبار بأنها في ذلك تقليل كبير جدا من قرار المدرب. كيف يتم احتواء مثل هذه التصرفات أو كيف تم ذلك؟ مرحبا زميلي العزيز محمد، مرحبا كذلك بكل مشاهدي وأوفياء شاشة العربية. أكيد يعني تصرف يوسف نصيري وحكيم زياش أسال الكثير من المداد، وكانت هناك انتقادات كبيرة اللاعبين لأنه تصرف غير مقبول، خاصة من لاعبين يعتبران من ركائز المنتخب الوطني المغربي. شارك مع أسود الأطلس في مونديال روسيا ومونديال قطر، تاريخ وسنوات من اللعب رفقة العناصر المغربية. فبذلك وليد الركراكي كما أشار لذلك في المؤتمر الصحفي هي ردة فعل نشاهدها حتى من لاعبين كبار في أندية كبيرة وفي منتخبات كبيرة، لكن اليوم الحكم على على هذا التصرف أنه غير مقبول، ولكن كان هناك تفهم لهذا التصرف فيما بعد. اعتذر يوسف نصيري بطريقة جميلة جدا وهو ينشر صورة له يعني وهو يقبل رأس أحد أفراد الطاقم الفني الذي تضرر من تطاير الماء من القنينة التي ضرب بها الأرض. وكذلك حكيم زياش اعتذر لوليد الركراكي ولكل مكونات المنتخب المغربي. اليوم المياه عادت إلى مجاريها، والتركيز كل التركيز على مباراة كونغو برازافيل مساء الثلاثاء بملعب أدرار بمدينة أكادير، المباراة التي لن تكون سهلة للعناصر المغربية. حمزة، يعني هل هناك تغييرات كبيرة ستكون على قائمة المنتخب التي ستلعب مباراة الكونغو؟ وهل لهذه التغييرات علاقة بالأحداث التي حدثت في المباراة؟ نعم، هي التغييرات المرتقبة والمتوقعة في التشكيلة المنتظرة قد تكون بناء على المستوى الذي ظهر به جل لاعبي المنتخب المغربي في مباراة زامبيا، وليس بناء على ردة فعل يوسف نصيري وحكيم زياش. حكيم زياش بنسبة كبيرة بإمكانه اليوم ألا يبدأ المباراة أساسيا، أو لأنه هناك توجهين: ألا يبدأ المباراة أساسيا حتى يجد إبراهيم دياز يعني نفسه بشكل أكبر في رقعة الميدان، أو أن وليد الركراكي كما أشار يحاول جاهدا أن يجد الإمكانية ليلعب دياز وحكيم زياش بشكل أساسي ويستفيد المنتخب من اللاعبين معا. هناك تغيير كذلك مرتقب ومنتظر بناء على أداء اللاعبين في المباراة الأولى، وهو اليوم قد نشاهد رومان غانم سيس ليس أساسيا، وبذلك إقحام يعني شادي الرياض الذي يعتبر من اللاعبين الواعدين، لأن هناك ملاحظات وعلامات استفهام على يعني أداء مدافع فريق الشباب السعودي رومان غانم سيس الذي لم يقدم الشيء الكثير في الفترة الأخيرة. لكن اليوم قد يكون هناك توجه آخر للحفاظ على استقرار التشكيلة الأساسية، لكن حسب الأداء ربما هذين التغييرين المرتقبين. كذلك اليوم هناك توجه للإبقاء على أسامة العزوزي الذي قدم مباراة كبيرة وأشاد به كثيرا وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الأخير الذي يسبق مباراة كونغو برازافيل، حتى يكون إلى جانب سفيان أمرابط أو يلعب أساسيا لأنه يقدم أداء رهيب وبثقة كبيرة رغم صغر سنه. رغم ذلك يعني نتائج المنتخب المغربي لا تزال جيدة. هل هناك رضا حول الأداء على اعتبار أن النتيجة لا تعني الأداء؟ أبدا أبدا عزيزي محمد، ليس هناك أي رضا من الشارع الرياضي المغربي. الرضا انتهى بعد يعني آخر مباراة في مونديال قطر 2022. بعد ذلك يعني دائما هناك انتقادات شديدة اللهجة للمنتخب المغربي لطريقة وليد الركراكي. ضف على ذلك ربما النقطة التي أسالت يعني أو أفاضت الكأس هي الإقصاء المر من ثم نهائي كأس إفريقيا الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقي ليس من كبار القوم في القارة السمراء. بعد ذلك تواصل تواضع أداء العناصر المغربية في جميع المباريات وأمام منتخبات متواضعة، أقول بين قوسين متواضعة على المستوى القاري، في مباريات لعبت هنا بالمغرب في أجواء جيدة في ظروف جيدة أمام الآلاف من المناصرين. ولم ينجح وليد الركراكي حتى الآن والمجموعة المغربية في إعطاء الاطمئنان للجمهور المغربي. اليوم هي فرصة مواتية جدا لوليد الركراكي من أجل إنهاء فترة التوقف الدولي هاته، وهناك رضا لدى الجماهير، والفرصة تتمثل في أن يكون الأداء والنتيجة أمام منتخب كونغولي لم يلعب المباراة الماضية، عاش مشاكل كبيرة إلى درجة أن اتحاد الكرة المحلي ووزارة الرياضة في الكونغو أمنت السفر ذهابا، ويعني تركت اللاعبين يتصرفون في تذكرة الإياب، وكان هناك توجه أن لا يأتي منتخب الكونغو إلى المغرب قبل أن تتدخل الحكومة. اليوم أسود